$100 والله العظيم أنا دافع رشاوي بالهجرة والجوازات بسوريا بس منشان أطلع أنا جواز سفر سوري إلي. وأقسم بالله الهجرة والجوازات كلها أنا ما بشتريها بفرنجين، وأنا ماني بحاجة الجواز السوري، أنا معي جواز ألماني. أقسم بالله أنا ماني بحاجة الجواز السوري، بس أنا حبيت أطلعه لأشوف معاملة الهجرة والجوازات على الحكومة الجديدة كيف. يعني الناس، الشعب السوري طلع ضد الحكومة القديمة لحتى يتخلص من هيك قرارات ومن هيك معاملة قذرة. انتوا الحكومة الجديدة ما بعرف ليش ماشيين على هذا النظام القديم اللي الناس دفعت دم قلبها لحتى تعيش بكرامة. ليش بدي اطلع انا جواز سفر سوري سريع بيطلع ب 800€، لك ما تطلع لي جواز سفر سريع ب 50€، لك ب 100€، لك ب 200€. وفي جواز بطيء، لك بكل دول العالم ما في جواز بطيء وجواز سريع، لك غير بسوريا. واحد ب$1000 وواحد ب$300، وقسما برب السماء انت مانك بعزتهم، ما بيجيبوا لك غير وجع الراس. لك $100 رشوة، لك ليش؟ هذا برسم الحكومة السورية والقيادات الموجودين. الموظفين عم ترتشي، هاي الأنظمة، هاي الموظفين اللي تربت على الفساد والرشوة مستحيل تقدر، أقسم بالله لا تقلعها من شرشها. $100 ليش؟ لك ما عدا الوراق، ما عدا وجع الراس، ما عدا نفخ القلب، لك المصايب، جيب لي الورقة الفلانية وجيب لي ما بعرف شو وخذ لي. لك ليش؟ لإيمتى بدنا نصير احنا مثل هاي الحكومات؟ نطلع جواز سفر سوري. لك انا لاجئ هون باوروبا، لك اقسم بالله العظيم بروح على اعظم سفاره هون اوروبيه وانا جاي لاجئ عليها. اقسم بالله العظيم بيقدموا لي الكرسي هيك، بيقولوا لي تفضل عود، بقعد قدام الطاوله ببصم بوقع، ببعثوا لي بوست بيقولوا لي تعال استلم جوازك بعد شهر. اقسم بالله العظيم لا بيقولوا لي روح جيب الطابع الفلاني وجيب الطابع الفلاني وروح لعند فلان وجيب لنا الورقه الفلانيه. اقسم بالله بكل ادب واحترام، وانا اجيت لاجئ حرب على هاي البلد. قسما بالله بيعاملوني معامله تقول انا وزير بالحكومه الالمانيه. لايمتى؟ خلاص والله العظيم هذا برسم الحكومه السوريه، وانتم المسؤولين وتحاسبوا امام الله وامام الشعب اللي قدم تضحيات لحتى يخلص من هاي القذاره. $100 بيقول له قال شو؟ قال خلصوا الأضابير، تعال بكرة بدفع مصاري بيجيب له كم أضابير. لا قلنا حل، خلص عيب، عيب. الجواز السوري طاوش الدنيا، وأقسم بالله العظيم حقه فرنجين. خلص لسه ما لنا شاطرين غير بالخطابات الرنانة والشعارات البراقة.